السلام عليكم. يلا اقول لكم بقى على كنز موجود في البيت، قسما بالله سحر محدش قاله لكم قبل كده، بس حبيت اطلع واقوله لكم زي ما انا مستفيده منه. هفيدكم معايا كمان وهقول لكم على الطريقه. طبعا كلكم عندكم اولاد، وطبعا كلنا بنعاني من الشخابيط على الحيط. الاولاد عاملينها لوحه فنيه ليل ونهار يشخبطوا بالالوان وقلم الحبر والقلم الرصاص كمان. جبت لكم اختراع وسحر موجود في البيت، عدى علينا بقاله كتير قوي واحنا كمان مكناش نعرفه. ده اللي موجود في البيت واحنا بنستخدمه على طول في منظفات بسيطة، موجود في البيت على طول. يلا اقوله لكم معايا، بس كملوا معايا الفيديو للاخر عشان اوريكم المنتج السحري. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على رسوله وتنزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتم شايفين كده اولادي عاملين الحيطه لوحه فنيه بالالوان والحبر والاحمر كمان. هننضفها مع بعض بمكون بسيط جدا وفي دقيقه واحده جدا، وداعم بقى الامهات كله بقى يقوم وينضف معايا الحيطان. سهل جدا من هنا ورايح، مش هتعاني منها خالص. بالمكون الموجود في البيت مش هنشتري اي حاجه من بره. يلا اقولهولكم بس كملوا معايا الفيديو للاخر. المكون هنا اللهلوبه، طبعا كلنا عارفين ان اللهلوبه بس للدهون والمطابخ والحمامات والسجاد، و12 مكون كمان اللهلوبه الجل ل 12 حاجه، مش لحاجه واحده بس، للسجاد، وفيها 12 نوع 12 مكون. طبعا كلنا عارفينه وكلنا مستخدمينه، وبرده منتج رخيص مش غالي قوي وموجود في السوق، موجود على طول. النهارده محدش طبعا كان يعرفه، انا بنضف بيه على طول، بس انا حبيت زي ما قلت لكم زي ما استفدت منه حبيت افيدكم كمان واقول لكم بيها ننضف فيه في ثانيه واحده. بس محدش يعرف ان كان هو بينضف معانا، هينضف معاك الحيطان في ثانيه واحده. اي وسخه او اي دهون في الحيطان او اي شخابيط كل حاجه هيطلعها معاكم في دقيقه او ثانيه واحده. واي بقعه زي ما انتوا عارفين طبعا كلنا اللهلوبه كلنا جايبينها وكلنا مجربينها وعارفينها كمان، بس انا مجرباها على الحيطان ومجرباها على حاجات تانية هنزله لكم كمان في فيديوهات تانية ان شاء الله. بس كملوا معايا الفيديو للاخر وهقول لكم طلعتها ازاي وايه اللي استفدتوا منه كمان. هنا انا جبت كوبايتين من الميه، هفتح كده البرطمان وهاخد منه معلقه واحده بس على كوبايتين من الميه. هنا طبعا كلنا عارفين معجون اللهلوبه، انا بحكي على المعجون مش على اللهلوبه الرش عشان الناس بس ما تفتكرش ده زي ده. اللهلوبه الرش لا، ما بتنضفش من الحيطان. اللهلوبه المعجون هو بس اللي بينضف من الحيطان ومش مضر خالص على الحيطان. هوريكم برضو عملي، هوريكم بعد شويه هننضف ازاي الحيطان مع بعض، عشان الناس طبعا بتقول ده بيطلع دهون من البوتاجازات، والدهون صعبه جدا. انت ازاي هتحطيه على الحيطان؟ مش خايفه على المعجون او اللون الدهانات اللي بيبقى في الحيطان؟ لا على فكرة مش بيطلع اي حاجة خالص، ولا اي لون ولا اي دهان، مش هيطلع معايا غير الوسخ بس، او الوسخ يكون متراكم على الحيطان. وهوريكم انا هنا جبت معايا لوفة من بتاعة المطبخ بس يكون نظيفة وجديدة كمان. انا عاملة كل حاجة للحيطان وحاجة للمطبخ طبعا وحدي، وللمواعين لوحدها. بصوا كده اول ما ابدا اغسله في ثانية واحدة، من اول ما نبدأ نغسل مع بعض هيطلع معايا في دقيقة واحدة بس. وهجيب كمان فوطة بيضة هوريكم ازاي ان ما الدهانات ما بتطلعش خالص. انا عندي الحيطان هنا اوف وايت كلها فبيبان فيها اي وسخ او اي قلم او اي الوان. بصوا انا جبت معايا فوطة بيضة هوريكم ازاي ما هيطلعش معايا اي حاجة خالص غير الوسخ والحبر كمان. اصعب بقى الحبرة تطلع معاكي جاف او رصاص زي ما قلتلك، او الوان او فلوماستر. ومنها كمان هنضف لك الحيطان في ثانية واحدة، مش شرط الحبر بس، لا هينضف اي وسخ في الحيطان. بدل ما تقعدي تدعكي كتير وايدك توجعك، لا هينضفها ليكي برضو في ثانيه واحده. انا بنضف بيها كل الحيطان اللي في البيت. هبدا بيها كده اكمل الحيطه كلها، هوريكم بقى شكلها النهائي بعد ما تخلص معايا، هوريكم شكلها عامل ازاي. يلا بقى قومي انت وهي هاتي اللهلوبه بتاعتك اللي في المطبخ ومعلقه واحده منها، هننضف كل الحيطان اللي في البيت. شايفين الحيطان نطفت ولمعت معايا وبقت احلى واكتر من الاول، ما خدش معايا اي وقت خالص، هما دقيقتين 3 بس. هنضف بيها كل الحيطان وادعم بقى للحبر ووجع الايد. والاطفال طبعا الناس اللي بتعاني كلها من الاطفال ان بتشخبط على الحيطان. طبعا انتوا وهي انا جبت لكم المنتج السحري، وانتوا بقى عليكم يلا نضفوا وقولوا لي رايكم في الكومنتات. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى، وتنزلوا اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على شعار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. برضو المره الجايه هننضف معاكم السفره واللي هننضف معاكم الركنه كمان بمكونات بسيطه جدا وموجوده في البيت، مش هنشتري اي حاجه من بره. زي ما انتم شايفين الحيطه كده نضفت ونورت معايا وبقت احلى من الاول خالص.
بنفس الطريقة. بصوا الفوطة طلعت معايا الوسخ بس والحبر كله. وبس كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. عايزة لايك حلو وكومنت احلى، واشوفكم تاني في فيديو جديد.